حبيبتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هذه حبيت نديرها مع العشيه، حاجه خفيفه تكسري بها الجوع. اذا عندك شويه البيونداشي ولا عندك صدر تاع دجاج ديريه كيما هكا، واش عليك تحطي صدر تاع الدجاج يكون مرحي، تحطي طماطم، هريسه، زيتون، فرماج، تحطي شويه ملح، شويه توابل، وشويه فلفل. انا درت شويه فلفل الاخضر هنايا، وديريهم في مقله وتخليهم كيما هكا، تكون الصوص شويه ماهيش هذيك اللي ثقيله ماشي هذيك اللي. ومن بعد ننتقلوا للخبز. اذا عندك الخبز يعني هاي تكون سهله جدا. كما راكم تشوفوا عندي هنايا الخبز قسمته كيما هكا باش نحطه في البلاطو هذا دهنته بالزبده. دوك ندير فيه هذا وتشوفوا. دركا بعد ما طابلنا الخليط نحطه فوق الخبز. بسم الله. تحطيه وتوزعيه هكذا. حبيباتي كي تشوفوا هكا عمرتهم وحطيت عليهم الفرماج. واذا عندك الدبشه ديري الدبشه، ومن بعد نحطوهم في الفرن شويه من تحت، ومن بعد نخليهم نشعلوا عليهم من الفوق باش يذوب هذاك الفرماج. جو تحفه يعني بصراحه. شوف ذيك القرمشه ملاح الاولاد مع العشيه، يعني بالصحه والهنا. ان شاء الله يا رب تجربوها وتقولوا لي كيفاش جات.